أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبكم في حلقة جديدة من حلقات قصص جرائم مغربية. فالجريمة ديال اليوم يتعلق الأمر بقاتل بالتسلسل اللي حير البوليس ديال 3 ديال المدن اللي هما مدن القنيطرة والرباط ومدينة السلا. مجرم كان كيطبع الجرائم ديالو بطبعه الخاص، وكانت عنده طريقة موحدة في القتل اللي هي الضرب القاتل على الرأس. خليكم معنا نتعرفوا على أطوار الجريمة ديال اليوم، ونتعرفوا على أطوار البحث وكيفاش قدر البوليس يتوصلوا ليه رغم صعوبة الإمكانيات. في سنة 1987 عرفت مدينة الرباط سلسلة كبيرة من جرائم القتل. وفي أواخر سنة 1987 وبالضبط في شهر نوفمبر ودجنبر سجلت مدينة الرباط بالضبط 6 ديال الجرائم القتل، وكانت جرائم متشابهة من حيث طريقة التنفيذ وطريقة القتل، لأن المجرم كيف قلنا في التقديم كان كيبصم الجرائم ديالو بطبع خاص بطريقة موحدة، بحيث أن هاد 6 ديال الجرائم اللي كانت منهم 2 نساء و4 رجال كانوا كيتقتلوا عن طريق الضرب في الرأس. المجرم حير البوليس ديال مدينة الرباط وكثر الخوف والهلع لساكنة المدينة، خاصة أن المجرم لا زال حر طليق. لكن مع بداية سنة 1988 غادي تعرف مدينة القنيطة حتى هي نفس الجرائم، وبالضبط في شهر فبراير في واحد القيصرية لقاو 2 ديال العساسة مقتولين، وبطبيعة الحال بنفس الطريقة، أي مضروبين ب2 للراس. وفي شهر أبريل في مدينة سلا في واحد الفران في واحد الحي الشعبي لقاو مول الفران وولدو مقتولين وحتى هما بنفس الطريقة. حتى هنا المجرم وصلوا عدد القتلى ديالو 10 ديال الضحايا، وفي 3 ديال المدن الرباط والقنيطرة والسلا. لكن بعد هاد آخر جريمة اللي هي قتل مول الفران وولدو اللي قلنا كانت في شهر أبريل، المجرم توقف على الجرائم ديالو لأنه عرف باللي القضية توترات عنده، والبوليس دايرين اللي في جهدهم، وماشي غير بوليس ديال مدينة وحدة ولكن البوليس ديال 3 ديال المدن. وفي شهر يوليوز من نفس السنة أي سنة 1988 في مدينة سلا في واحد الصباح لقاو واحد السيد فرناتشي ديال واحد الحمام مقتول حتى هو وبنفس الطريقة. هنا البوليس لما حلوا بعين المكان كيلقاو السيد راجل كبير في العمر تقريبا 52 سنة طايح على وجهه في ديك البلاصة اللي كيحرقوا فيها العود باش يسخنوا الحمام، ولكن السيد كان باقي كيدخل في الخشب، يعني باقي ما شعلش العافية. في مكان الحادث كيلقاو البوليس واحد الصينية صغيرة فيها براد و3 ديال الكيسان. هادوك 3 ديال الكيسان بحسب المعاينات كانوا غير 2 كيسان منهم اللي مستعملين، والكاس الثالث ما مستعملش لأنه كيف ما جا بحسب المسطرة كان مقلوب على فمه. هاد 2 كيسان لما خدعوهم البوليس الخبرة وخداو منهم لي زومبرانت يعني البصمات، كيلقاو كاس فيه البصمة ديال الفرناتشي والكاس الثاني فيه بصمة حتى هو، ولكن لما عرضوها على الناظم الآلي ما عطاهمش شكون هو صاحب البصمة. وهنا كانت خيبة أمل كبيرة بالنسبة للبوليس ديال مدينة سلا. وفي هذه الحالة البوليس رجحوا إمكانية أن القاتل مادام البصمة بقات مجهولة فاحتمال كبير أنه يكون ما كيتوفرش على البطاقة الوطنية ديالو وما عمرو صوبها أصلا. واخا في شهر غشت من نفس السنة واحد العساس ديال واحد الجلسة اللي كان الجلسة كلشي تعرف جلسة ديال بيع مواد البناء، جاو العمال اللي كيخدموا في هذيك الجلسة في الصباح كيلقاو العساس طايح في البيت ديال العسة ديالو ميت وحتى هو مضروب بضربة للراس. في البحث اللي داروا البوليس في هذه القضية كاين واحد السيد
اللي حتى هو خدام في هذيك الجلسه كيقول للبوليس ودي انا اخر واحد خرجت البارح من الجلسه وخليت العساس واقف عند الباب مع واحد الحمق كيقول للعساس اعطيني شي حاجه ناكلها، وقال لهم راه قال لي العساس هاد الساعه ما كاين ما يتكال، كاين غير الخبز واتاي، قال لي غير اعطيني اي حاجه ناكلها. قال لي العساس واخا تسنى انا غادي نسخن لك اتاي. هاد السيد كيقول للبوليس ودي هذا هو الحوار اللي كان دار ما بين العساس وهذاك الحمق، وانا كنت كنلبس حوايجي هذيك الساعه وسمعت هذا الحوار دار بيناتهم، ومن بعد لما لبست حوايجي خرجت وخليتهم. هنا البوليس لما سمعوا القضيه فيها حمق ربطوا ما بين ان القاتل ما كيتوفرش على بطاقه التعريف الوطنيه لان البصمه اللي لقاو ما عطاتهمش الهويه ديال صاحب البصمه. قالوا ربما هذا الحمق هو صاحب دعوتنا، حيت كيف كنعرفوا الحماق مساكن قليل بزاف اللي كتكون عنده بطاقه التعريف الوطنيه. هنا البوليس قالوا لهذا السيد اللي دلاب هاد الشهاده ديالو وقال بانه هو اخر واحد خرج من الجلسه وشاف العساس واقف مع واحد الحمق، قالوا ليه واش شفتي هاد الحمق من قبل؟ قال لي ودي ما عمرني شفتو. قالوا ليه ويلا شفتيه مره اخرى تعرفيه؟ قال لهم الا شفتو نعرفو. دازت على هاد القضيه مده شهرين، وبالضبط في اواخر شهر اكتوبر من نفس السنه اي سنه 1988 بمدينه القنيطره واحد السيد شلح خدام مع واحد السيد كيبيع العلف، وداك مول العلف عطيه واحد المكان في واحد المكازه كينعس فيه. في واحد الصباح جا هاد مول العلف لديك المكازه كيلقى داك السيد اللي قلنا شلح لقاه مقتول وكيف العاده مضروب للراس. هنا اشنو غادي يدير؟ عيط للبوليس. في مكان الجريمه البوليس كيلقاو مره اخرى 2 كيسان ديال الاتاي خداو منهم بالبصمه، وكيلقاو شي بوينتات ديال الكاف. ولكن مول العلف كيقول للبوليس ودي هاد السيد اللي خدام معايا يعني داك السيد الشلح قال لي مودي راه اصلا ما تيكنيش، واخا البصمه اللي خداو البوليس من الكيسان كيلقاو بصمه ديال القتيل يعني ديال داك السيد اللي قلنا شلح، والاخرى عاوتاني بصمه مجهوله. وبما انه كان تنسيق بين المصالح الامنيه ديال مدينه القنيطره والرباط وسلا، فعرفوا بان هذه البصمه راه هي نفسها البصمه اللي لقاو في داك الكاس ديال الاتاي اللي لقاو في جريمه الفرناتشي اللي قلنا لقاو مقتول بمدينه سلا. هنا البوليس ما بقاش عندهم شك بان القاتل هو شخص واحد، وهذا الشيء كتكشف عليه بعض المعطيات، منها ان الضحايا كلهم كيتقتلوا بنفس الطريقه اي بالضرب على الراس. والمعطى الثاني هو ان البصمه اللي لقاو في سلا هي نفسها اللي لقاوها في مدينه القنيطره. والمعطى الثالث هو اللي اكد لهم داك الشاهد اللي قال لهم ودي بانه اخر مره شاف فيها العساس ديال الجلسه شافو واقف مع واحد الحمق. اذا القضيه فيها حمق، والدليل على ان القاتل ممكن يكون فعلا شخص حمق هو ان البصمه ما كتكشفش على الهويه ديال صاحبها، مما يدل على انه شخص ما كيتوفرش على بطاقه التعريف الوطنيه. هذه الجريمه الاخرى ديال داك السيد اللي خدام مع مول العلف اللي قلنا لقاو حتى هو مقتول، البوليس من خلال التحريات اللي داروا كيلقاو واحد السيده كتقول ودي انا هاد السيد راه ديما كنشوفو ما داخل سوق راسو ما كيعمر مع حد ما كيجي عنده حد من غير واحد الحمق، راه مره مسكين فين كيجي عنده. قالوا لا فين كاين هاد الحمق؟ قالت لي مودي راه كيسكن غير حدانا تا هو هنا في الدرب. قالوا لها البوليس شنو سميتو هاد الحمق؟ قالت لي سميتو مجيد ولد مينا. واخ وراتهم دارهم مشاو كيلقاو غير مو، خرجت عندهم بالسلام قالوا لها كاين مجيد؟ قالت لهم كاين ناعس. قالوا لها كلميه. بالفعل خرج عندهم هزوه مباشره للكوميساريه. اول اجراء داروا البوليس باش يتاكدوا ما هضروش معاه نهائيا بحسب المسطره،
خداو البصمات ديالو وقارنوها مع البصمة اللي عطوا عليها في مكان جريمة الفرناتشي بمدينة سلا والبصمة اللي لقاو في الكاس في هذه الجريمة الأخرى. والمفاجأة كيلقاو كاين تطابق في البصمات، أي أن المسمى مجيد ولد مينا هو صاحب الجرائم اللي وقعوا في هذه المدن ب3. وهذا الشيء غادي يعترف به هو بنفسه بأنه هو القاتل وهو اللي قتل هاد الناس كاملين. مجيد ولد مينا بحسب هذه المسطرة تقدم للعدالة وتحكم بالإعدام. كيف سمعتم مشاهدينا الكرام أن المجرم قتل أرواح وأرواح، بمعنى أنه ماشي قاتل بالصدفة وإنما قاتل بالتسلسل، وكانت عنده رغبة جامحة في القتل. والغريب في هذه المسطرة أنه في محضر المعاينات ما كانوش كيلقاو شي حاجة مسروقة للضحايا، يعني ما كانوا كيلقاو شي جريمة قتل يعني في المحيط، يعني المسح الدقيق اللي تيديروا البوليس ما كيلقاوش بأن الدافع اللي خلى المجرم يقتل ماشي هو السرقة وإنما هو القتل. يعني السارق كان كيقتل لأجل القتل فقط. كيف قلنا بمعنى القاتل ما كانش كيقتل باش يسرق نهائيا، بل العكس، ما عمره سرق ليهم شي حاجة، كان فقط كيبغي يقتل، يعني عنده رغبة جامحة في القتل، يعني السيد مريض. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الرواية. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.